السلام عليكم. النهارده هقول لكم معلومة معظم الناس ما تعرفهاش. أول ما حد يسألك عن أكل ما هو مفيد للذاكرة وصحة الدماغ، معظم الناس هتقول لك كل سمك أو خد أوميجا 3. بس في عنصر غذائي مهم جدا لصحة المخ ومش بياخد حقه، ناس كتير ما تعرفوش، وهو اللوتين. طب إيه هو اللوتين؟ اللوتين ده نوع من الكاروتينات، دي صبغات طبيعية موجودة في الخضار والفواكه، معروفة بفوائده للعين خصوصا ضد الضوء الأزرق. الجديد بقى ان الدراسات لقت انه بيتراكم في مناطق معينه بالمخ مسؤوله عن الذاكره والتركيز وسرعه التفكير. فوائده للدماغ: بيشتغل كمضاد للاكسده قوي، بيحمي الخلايا العصبيه، بيشتغل كمضاد اكسده قوي يحمي الخلايا العصبيه، بيقلل من تدهور الذاكره مع التقدم في العمر. العلماء بيقولوا ان كل ما تخزن كميه كويسه من اللوتين في شبابك هتحمي دماغك اكتر لما تكبر. المصادر الغنيه باللوتين: الخضار الورقي، السبانخ، الكرنب، الخس. أغنى مصدر هو صفار البيض، رغم إن الكمية مش كبيرة بس الامتصاص بتاعه أسهل بسبب الدهون الصحية اللي فيه. الذرة الصفراء مصدر ممتاز وسهل جدا. الأفوكادو فيه لوتين، دهون صحية بتساعد على الامتصاص. خضار وفواكه تانية زي البسلة، الفاصوليا الخضراء، القرع، الكيوي، العنب. نصيحة مهمة: اللوتين بيذوب في الدهون، يعني الجسم يمتصه أحسن لو اتاخد مع دهون صحية، مثلا سبانخ مع زيت زيتون، شوية مكسرات. دي بتعمل كسلطه، تتاخد كوجبه غنيه باللوتين يمتصها الجسم بسهوله جدا. يعني مش بس الاوميجا 3 او المكسرات هم اغنى حاجه بتحمي الدماغ وبتظبط الذاكره والتركيز. اللوتين كمان بيلعب دور اساسي في صحه دماغك وذاكرتك. خلي خضارك الورقي والبيض جزء من اكلك اليومي، واعتبر ده استثمار طويل المدى